هتتدلع يعني هتتدلع، والمطه مش هتخلص. دخلت على اول عرض وهو عرض العملاق ده اللي بيتكون لك من سندوتش 40 سم و30 سم، بس انا الصراحه اخترت سندوتش 40 سم ومناسبه عيد ميلادي بقى طمعه. ده بيبقى معاه فرايز وكولا، بس انا طلبت سموزي اناناس. انا حسيت ان انا ماسك مدفع من السندوتش اصلا. عايز اقول لكم لدرجه ان انا طلعت الفراخ كده من قلب السندوتش، مستها في الاربع صوصات وهجم تنزل في اعماق القلب، مستها في صوص بنزي وصوص شطه وصوص الباربيكيو وصوص السويت تشيلي كده. بصوا كده اهجم على الصوص كده حاجه كده قله ادب، اهجم تنزل في اعماق القلب. عايز اقول لكم ان الفراخ عندهم متبله بطريقه مش طبيعيه ومخدوم عليها جدا. تفتح قلب السندوتش تغرقه من الفرايز، تقفل السندوتش تاني، هوبا تهجم تنزل في اعماق القلب. ولا تتبيله الفراخ كانت جوسي بطريقه مش طبيعيه، تقطم كده هتلاقيها بتدوب في بقك اصلا زبده. كنت لازم اهضم بقى بالموهيتو والسموزي اناناس كده قبل ما ادخل على الجريمه التانيه اللي انتوا شايفينها دي، وده كان اسمه عرض القنبله. ده بيتكون من اوريجينال برجر 150 جرام، سندوتش فراخ كرانشي ستورم لارج كده ومخدومين جدا. هتبقى اول سندوتش، افتح قلب السندوتش